ننتقل إلى أخبار أخرى متفرقة. أفادت مصادر مطلعة لبرنامج الملعب بأن ياسر الشهراني قد تلقى عرضا، لاعب القادسية قد تلقى عرضا من نادي السد القطري للانتقال خلال الفترة الشتوية القادمة بنظام الإعارة. وتفيد المصادر بأن رغبة النادي القطري هي التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات، ولكنها ترغب في خوض تجربة للاعب قبل توقيع عقد نهائي. المصادر تؤكد بأن العرض المقدم في حال تم الاتفاق بعد انتهاء الإعارة يتجاوز عرضي الهلال والنصر المقدمين للاعب خلال الفترة الماضية. وإدارة السد تنتظر حاليا من وسيط سعودي موافقة النادي لتقديم العرض الرسمي، ولكن كما علمنا من مصادرنا بأنه تم رفض العرض أو تم رفض الفكرة أصلا من قبل إدارة القادسية، وما زالت المحاولات جارية للفوز بهذا اللاعب الشاب في فريق السد القطري.